السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ مبروك عواشركم. اليوم بغيت نقدم لكم هاد الشباتيه اللي كتجي معلقه وهشيشه، نتمنى تعجبكم. بالنسبه للمقادير، عندي كيلو ديال دقيق الفورس، 100 غرام ديال الزبده اللي مذوبه عاد كنعبروها، 100 غرام ديال الزيت، 150 غرام ديال الزنجلان محمر ومطحون، 120 غرام ديال اللوز محمر ومطحون، واحد اصفر بيضه، عندي 300 غرام ديال الماء او حسب الخليط، 300 غرام ما بين الماء وما زهر، كنرطب فيهم زعفران حر وشويه ديال الملون، كندير معلقه ديال النافع ومعلقه ديال القرفه، واحد شويه ديال المسكه اللي مطحونه مع واحد شويه ديال سنيده، عندي 25 غرام ديال الخل، 4 غرام ديال الخماره ديال الحلوه، واحد القبيصه ديال الملح ضفتها مع الدقيق. كنخلط الفورس مع باقي المكونات، القرفه، النافع، المسكه، الزيت والزبده. الزبده كندوبوها حتى ما كيبقاش فيها داك الحليب، كنضيفوا الزنجلان طحون مزيان على هذا الشكل هذا، اللوز حتى هو ممكن نطحنوهم مع يعني حتى كنعبروا الكيلو ديالنا ديال الدقيق، كناخذوا واحد الكميه منه وكنطحنوه مع اللوز والجنجلان ونرجعوا نغربلوهم، حتى هذه طريقه مزيانه. صافي كنخلطوا المكونات كامله، كنضيفوا الخل واصفر البيض وداك ما زهر والماء اللي عندنا مخلط مع الزعفران الحر والزعفران الملون، كنبقاو نخلطو حسب الخليط. انا كانت عندي تما 300 غرام بين ما زهر والماء، بقيت كنضيف شويه بشويه صافي حتى كملتها، يعني هاد القياس هذا كياخذ ليا 300 غرام بين ما زهر والماء. صافي كنعجنها مزيان، الشباكيه كتبغي شويه دليك، ما كتكونش قاصحه بزاف وما كتكونش عاوتاني جاريه. كنشكلو منها كويرات من بعد ما كندلكوها، نخلوهم يرتاحوا، عاد كنطلقوهم. هكا يعني كنطلقوها على وكنشكلوها على شكل رغيفه. كنخليوها ترتاح، عاد كنطلقوها تاني ونقطعو منها الطريفات مستطيلات، هما اللي غادي نعاودو نورقوهم وندوزوهم في الآلة ديال التوريق. كندوزهم في رقم 3، الرقيق عندي هو رقم 1، انا كندوزها برقم 3. صافي كنجرها بهاد الجراره السريعه، صافي كنشكلها. هنايا راه عندي جوج طرق باش نشبك هاد الشبكه هذه، سهله بزاف. كنتمنى تكون واضحه.
هذا شكل اخر حتى هو ساهل. نتمنى يكون باين. صافي كنخليوها كتنشف. عاد كنديروها التقله. المهم راه كلشي كيعرف يقلي الشباكيه. كنقليوها في زيت اللي كتكون سخونه حتى كتذهب، يعني ما كنخليوهاش تحمر، غير كتذهب. عاد كنديروها في العسل. العسل هو اللي غيعطيها اللون ماشي الزيت. الا خليناها تتحمرت في الزيت راه كتعطي اللون ماشي زوين، ولوكو حتى هو ماشي زوين. غير بحال هكا غير مذهبه صافي كنديروها في العسل. وبصحة وراحة، ونتمنى تعجبكم، والى فيديو قادم ان شاء الله يا رب.